بعرف العطش ازاي. انا لما اشوفك لابس شفايفك وبتلمع، عينك بتلمع، جلدك بيلمع، ايدك اما اشدها كده على طول فيه مرونه، لكن انا مش اشدها ناشفه ووشك ناشف وجلدك خشن وشفايفك ناشفه ولسانك جاف، لا انت عندك كده ابتديت فقدت ميه وزلال، عندي دخلت في جفاف. كل ما الجفاف يزيد عندي التركيز يقل ويبقى في مشكله عندي، حتى ممكن حضرتك هنا بتركز على انه بنتكلم عن الميه، يعني مفيش حاجه تغني عن الميه، مفيش حاجه مشروبات ثانيه تغني عن الميه ولا بنحسبها؟ هم سالوني ميه، طب وثاني حاجه ميه، وثالث حاجه ميه، ورابع حاجه لبن. مفيش حاجه ثانيه بقى بعد كده. مشروبات طبيعيه ممكن بقى بس برضو ليها محاذير، لكن مش الاساس. طب خليني بس قبل ما اطلع عايزه اشوف معاك تقرير، بس هنا لازم اقول لك على حاجه، انه الناس الكبار في السن تحديدا ما بيعطشوش، يعني يقول لك انا مش عطشان مش عايز اشرب. انا احييك احييكي ليه بقى، دي معلومه ولازم الناس تعرفها. احنا بنعطش ليه؟ عندنا حاجه اسمها مركز العطش. مركز العطش لا يعمل في الاطفال وغير كفؤ في الناس المسنين، ده في الشباب بس. يعني الطفل الصغير يبقى عطشان ولسانه ناشف مش هيقول لك انا عطشان، ما يعرفش، هو مش حاسس. فلما تيجي موجه حاره في اوروبا بيموت في الليله واحده 700 يقول لك مات 700 يعني هنا في الليله. حتى لو الواحد مش حاسس بالعطش لازم يشرب. ايه بقى علامات العطش؟ انا هبص عليه الاقي ناشف، الاقي عصبي، الاقي متنرفز، مش طبيعته، مش عايز ينام.